ورحمة الله وبركاته. سريعا كده عشان اتسألت فيها كتير في الرسائل. الثقة بالنفس، ازاي ازود ثقتي بنفسي؟ اول حاجة الثقة بالنفس، تعالى نشوف الاول بتيجي منين. اول حاجة بتيجي من المفهوم الذاتي. ايه المفهوم الذاتي ده؟ اللي هو جذور شخصيتك وافكارك ومنطقة الامان او الراحة بتاعتك، الحاجات دي كلها. طب برضو بصورة اعمق، تمام. المفهوم الذاتي ده بيجي اول حاجة من ادراك، يعني انا ببدأ ادرك الحاجة دي، بعد كده بيبدأ بعد ما ادركها يحصل ليها معنى، يبقى ليها معنى او اسم في دماغي، بعد كده باخد ليها لغة. يبقى انا بدرك بيحصل لها معنى، باخد لها لغة. اللغة دي بتتكون او بمعنى اصح بتيجي ليها قيمة، بتديني القيمة بتاعتي. بعد كده بتكون الاعتقاد بتاعي، بعد كده بتكون من الاعتقاد المبادئ، بعد كده بتتكون وجهات نظري. حد متخيل يا جماعة المفهوم الذاتي بيبقى المراحل بتاعته عاملة ازاي؟ جميل. يبقى اول حاجة الادراك، بعد كده بيديله المعنى، بعد كده بيديها لغة، بعد كده بتديها قيمة، بعد كده بتبقى اعتقاد، بعد كده بتبقى مبدأ، بعد كده بتبقى وجهة نظري. عشان كده الاختلاف اللي بيننا وبين اي حد طبعا بيبقى مر بالحاجات دي كلها. يبقى اول حاجة الثقة بالنفس تيجي من المفهوم الذاتي. تخيل بقى انت لو ظبطت الحاجات دي كلها ليك. جميل. بعد كده الصورة الذاتية، يعني بعد المفهوم الذاتي الصورة الذاتية. ايه الصورة الذاتية دي؟ اللي انت شايف نفسك ايه من جوه. يعني ايه؟ يعني انا كنت في بعض المحاضرات بتاعتي كنت بقول للناس يا جماعة كل واحد يطلع ورقة وقلم ويرسم نفسه على يعني مثلا يشوف صورة حيوان ممثل لشخصه من جوه ويرسمه. في ناس رسمت نفسها كصورة ذاتية او داخلية اسد، وفي ناس رسمت نفسها هدهد، وفي ناس رسمت نفسها فيل. فبدأت أعرف كل واحد رسم نفسه على هيئة ايه وليه. يعني اللي رسم نفسه اسد ده شايف نفسه ايه؟ انا شايف نفسي ان انا شجاع، شايف نفسي ان انا واثق من نفسي. الحاجات كلها مش في حاجه بتاثر فيا، مش في حق كلام الناس مش بيأثر فيا. اللي شايف نفسه فيل ده شايف نفسه ضخم قوي من جوه، مش اي حد برضو كلام الناس مش بيأثر فيه، وهكذا. يبقى الصوره الداخليه اللي ليك هي اللي بتظهر للناس. ما تراه داخليا سيظهر خارجيا. يبقى لازم تحسن صورتك الداخليه مع نفسك، وهي سر من اسرار السعاده الداخليه. مادام صورتك الداخليه انت مرتاح وراضي عن نفسك من جوه، هتبدا تطلع لبره. تمام. تالت حاجه بقول هنا اللي انا بعد ما اكون مفهوم ذاتي خاص بيا، وبعد كده بروح مظبط الصوره الداخليه بتاعتي. تالت حاجه التقدير الذاتي. ده بيجي عن طريق ايه؟ عن ان انا اقدر ذاتي، اكافئها مش الومها. يعني دايما بقول للناس يا جماعه ما حدش يلوم نفسه غير على الذنب. اي حاجه في الدنيا بتحصل عمرك ما تلوم نفسك عليها، لان اي حاجه بتحصل دي حكمه لربنا، حكمه ربنا فيها بتبقى لسبب، بتتعلم منها، بتاخد منها خبره، خبرتك في الحياه بتزيد، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى انا مش ينفع يحصل لي اي حاجه وادخل اي تجربه ومش هنجح فيها وبعد كده ابدا الوم نفسي، ده انا يا ريتني ما دخلت، ده انا يا ريتني ما عملت، ده انا يا ريتني. لا، بلاش حكايه اللوم للنفس ده خالص. يبقى لازم اقدر ذاتي، لازم التقدير الذاتي يكون كويس جدا عندي بصوره كويسه. طيب رابع حاجه التحقيق الذات. دايما دي النقطه اللي بركز فيها عامه. يمكن انا اتكلمت على الحته دي مع ناس كتير جدا. يا جماعه النوتة دي يمكن سر من اسرار نجاحي. النوتة دي معناها ايه؟ ان انا بكتب اهداف صغيره يوميه. قبل ما انام كده اروح كاتبه بكره هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وابدا بقى بكره امشي على الاهداف دي. الاهداف دي يا جماعه بتدي احساس بالانجاز عالي جدا 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 جدا، فبالتالي بتحقق ذاتك بيها. يعني ايه؟ يعني انا مادام بعمل اهداف صغيره يبقى اقدر اعمل اهداف كبيره، فبالتالي بيحصل تحقيق الذات. ومادام حققت ذاتي ووصلت لعمليه الانجاز، اقدر ان انا اقول على نفسي ان انا وصلت ان انا وثقت في نفسي. الثقه بالنفس عندي بتزيد. ازاي الثقه بالنفس عندي بتزيد؟ ان انا وصلت بمعنى اصح ان انا بحقق اهداف يوميه بشكل يومي، فبالتالي تقديري لنفسي زاد جدا، لان انا خلاص بقى ده كل ما اكتب هدف صغير احققه، كل ما اكتب حاجه بحققها. حتى لو انا مثلا اتاخرت ولا انا ما كتبتش هدفين بقى اوديهم لليوم اللي بعده وابدا احققهم. طريقه الانجاز او تحقيق الذات في الاهداف الصغيره هتقدر تخليك تحقق اهداف كبيره، فبالتالي تقدير النفس يزيد، فبالتالي الثقه بالنفس هتلاقيها تلقائيه عندك، هتلاقيها بمعنى صح بتعمل العمل تحت اي ظروف. انت متاكد ان الحاجه دي هتكون، او الحاجه دي انا هعملها باذن الله تحت اي ظروف. دي من هنا بتيجي الثقه بالنفس. يبقى الثقه بالنفس بتيجي من 5 حاجات. اول حاجه المفهوم الذاتي، قيمك، اعتقاداتك، مبادئك، الادراك، المعنى، اللغه المختلفه. قيمك، مبادئك، اعتقاداتك، وجهات نظرك، دي كله طبعا المفهوم الذاتي. ثاني حاجه الصوره الذاتيه. لازم تحسن صورتك الذاتيه مع نفسك. شوف نفسك من الداخل ايه، شوفها كويسه جدا، علل نفسك قوي. 3 التقدير الذاتي. لازم تقدر نفسك وتكافئها مع اي انجاز، لازم تكافئها قوي قوي قوي. دي هتحس بتقدير ذاتي. بعد كده بحقق ذاتي اللي انا عن طريق اهداف صغيره او انجاز صغير بعمله كل يوم، بتبدا تشوف نفسك احسن. 5 حاجه بتيجي الثقه بالنفس.
يبقى دي كده عرفنا ان الثقه بالنفس بتيجي منين. طيب اقوي الثقه بالنفس ازاي؟ تعال نشوف بقى هنقوي الثقه بالنفس ازاي. اول حاجه لازم يبقى ليك مثل اعلى. ايه مثل اعلى ده؟ يعني قدوه. طبعا ولازم تبقى قدوه معاصره انت عايش معاها. طبعا احنا كل قدوتنا الرسول عليه الصلاه والسلام. جميل، بس لازم يكون مثلك الاعلى قدوه معاصره انت اتكلمت معاها او تقدر تشوفها او تقدر تشوف معنى صح لغه الجسد وتعبيرات الوجه وهكذا ونبره الصوت وهكذا. يبقى لازم القدوه بتاعتك تبقى قدوه معاصره علشان تقدر تاخد منها الحته دي، حته الثقه بالنفس. واقف ازاي، بيتكلم ازاي، نبره صوته ازاي، لغه جسده ازاي، عينيه نفسها النظرات عامله ازاي، حركاته. بتاخد منه الثقه بالنفس بالتدريج مع كتر فرجتك عليه. فبالتالي الثقه بالنفس بتزيد عندك في النقطه دي، انك شايف قدوتك بيعمل كذا فانت بتقلده، مع اللمسه اللي انت او معنى صح البصمه اللي انت بتسيبها في شخصيتك انت عشان يبقى في اختلاف بينك وبينه. جميل، يبقى اول حاجه عشان اقوي ثقتي بنفسي لازم يبقى ليا قدوه. 2، اشوف نقاط ضعفي. حد فكر يقعد مع نفسه كده يمسك ورقه وقلم ويكتب نقاط قوته ونقاط ضعفه ويبدا يشتغل على نقاط ضعفه انه يحسنها وقوته يشتغل عليها جدا عشان يطلع انتاج منها؟ لا. طب ما هو ده هتيجي منين الثقه بالنفس؟ يبقى انت لازم تشوف قوه نقاط ضعفك ونقاط قوتك علشان تقدر تحقق انجاز عالي جدا في نفسك. 3، خلي عندك شجاعه انك تدخل اي تجربه من غير ما تخاف، حتى لو لا قدر الله التجربه مش نجحت. ايه المشكله؟ انا خدت خبره. خايف من ايه؟ ايه المشكله؟ هحاول واجرب وادخل واكتشف، على الاقل خبرتي تزيد. حتى لو ما نجحتش يبقى انا كسبت شرف المحاوله. طبعا بتكلم سريع علشان الفيديو وعشان الدقايق. 4، الاهتمام دايما بالمظهر والتنسيق الالوان مهم جدا 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 في ثقتك بنفسك. ليه؟ طبعا الانطباع العام عن الشخصيه العامه اللي الناس بتشوفه من غير ما تتكلمك هو لبسك، هو شكلك، هو تناسق الوانك، هو ستايل لبسك عامه سواء بنت او ولد. والاثنين البنت مطالبه بالاحتشام بس طبعا يبقى لبسها ذوق جدا وشيك مع حدود دينها. جميل. القراءه نفسه والتجديد. القراءه نفسه بتجدد العقل، بتفتح العقل، بتوسع مدارك الحياه نفسها، فهم الحياه وخبراتك بتزيد. لان كل كتاب بتقراه هو خبره بني ادم. تخيل بقى انت بتاخد خبرات البني ادم، كل كتاب بتاخد خبره من دي وخبره من دي وخبره من دي، فبالتالي بتزيد خبراتك وانت قاعد لوحدك، يعني من غير انت ما تخوض التجربه بتاعته بس عرفت الخبره او النهايه منها. جميل. 5 أو 6، التحدث بصوت معنى صح مش مرتفع، هو مسموع بنبرات واضحه. دايما اللي واثق من نفسه بتلاقيه متحدث صوته مسموع جدا، نبراته واضحه جدا، مش خايف وهو بيتكلم. يبقى لازم اعود نفسي على الحاجه دي، صوته يبقى مسموع بالدرجه الكافيه اللي انا بتكلم معاه. 6 تقريبا، تقدير الاخرين. التقدير نفسه بيعود عليك، انت لما تقدر الناس نفس النظام رد الفعل هيبقى تقدير فبيديك ثقه بالنفس. 9، ادعم نفسك. يعني ادعم نفسك، يعني انا بقول دايما ان سر من اسرار الثقه بالنفس هو الايحاءات الايجابيه اللي انا برددها كل يوم. ليه؟ لان العقل الباطن ما بيفرقش بين الحقيقه والخيال، فبياخد الترديد اللي انت بتقوله. مثلا وليكن انا مميز، انا موظف كويس، انا مندوب مبيعات كويس، انا مدرس كويس، مش عارفه ايه، اي حاجه ايجابيه بيبدا ياخدها وبعد الترديد بتبدا يتعامل معاها على ارض الفعل، يعني بيبدا يخليك فعلا انت كده. وطبعا ده حاجه جميله جدا، يعني لو انت مشيت عليها يوميا من بالظبط 10 مرات يوميا لمده شهر، تعالى شوف التغيير اللي هتبقى فيه، هتبدا تمشي في الحاجه دي فعلا. تمام. 10، الصفوف. دايما الناس كلها بتجلس في الصفوف الخلفيه، سواء بقى في المدارس سواء في محاضره، دايما تخليك في الصف الاول. ايه المشكله يعني؟ المدرب او المحاضر او المدرس هيحرجك ويقول لك ويسالك ويرضى، ايه المشكله؟ مش عارف تجاوب برضه، ايه المشكله؟ خلي روحك رياضيه بحيث انك تاخد او معنى صح مش تخاف من مواجهه الناس، مش تخاف انك تغلط. ايه المشكله؟ الناس كلها بتغلط والناس كلها عارفه انها بتغلط، ايه المشكله برضه؟ 11، ممارسة الرياضة. لازم الممارسة الرياضة دي بتخلي الجسم أكثر جاذبية، فبالتالي المظهر العام بيبقى كويس جدا سواء بنت أو ولد، فبالتالي ثقتك بنفسك بتزيد. تمام. 12، ابتعد عن أي حد سلبي في حياتك. طبعا الناس كلها هتقولي ده الناس كلها سلبيين يا آلاء، ازاي هبتعد عنهم؟ حاول تتجنب بقدر المستطاع أي حد بيديك طاقة سلبية. تجنب تجنب تجنب. تمام. 13، شوف أي هواية ومارسها. الهوايات بتزود الثقة بالنفس جامد. لو مش عندك هوايه دور. الاكتشاف والتجريب والروحه والجايه والمغامره ده كله بمعنى صح بيدي او بيخليك تكتشف نفسك. اصلا هتكتشف ان انت عندك قدرات كتيره وامكانيات كتيره ما كنتش عارفها عن طريق التجريب. ناس خايفه تتحرك، اتحركوا يا جماعه. 14، خليك مصدر محفز. يعني تقريبا انت كل ما بتحفز حد او معنى صح بتديله طاقه ايجابيه، الطاقه دي بترجع لك تاني. يعني انا الوقت لقيت واحد محتاج انه يسمع كلمه حلوه، ايه المشكله؟ شجعه، اديله طاقه ايجابيه هتوصل. مش تبقى عامل هدم للناس، مش تبقى سر من اسرار فشل الناس بكلامك المحبط، بكلامك السلبي اللي مش بيودي ولا بيجيب بمعنى اصح. خليك مصدر محفز. 15، التامل. التامل ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا، بيجيب سلام داخلي، بتحس براحه داخليه.
فكر، اطلع فوق السطوح، اطلع في حته هاديه وابدا كده بص للسماء وحس براحه داخليه بدون اي تفكير. ركز على تنفسك وابدا اتنفس ومش تفكر في اي حاجه. التامل ده بيزود الثقه بالنفس. 17 تصنع الثقه علشان تتعلمها. تصنع الثقه، كل ما كنت يعني ايه تصنع، يعني تصرف انك واثق من نفسك، بعد كده بكتر التصنع ده هتبقى عندك. 18 في تمرين بنعمله على طول، اللي هو ان انت بتقف على الحيطه وبتفرد ظهرك او بتفردي ظهرك، بحيث ان الواثق بنفسه اصلا مش بيمشي بميل، يعني مش بيمشي بميل راسه، لا بيبقى رافع راسه وكتفه بمساواه راسه، بمعنى صح رافع ظهره مستوي. فعلى الحيطه، حيطه مستويه، وترفع وتقف قدامك واقف كده فوق 10 دقايق كل يوم، بحيث انك تظبط مشيتك او مشيتك. تمام. ورقه وقلم وتبدا تكتب اي حاجه مضايقاك، بدل ما تحس انك مكبوت وهتدخل على مرحله اكتئاب، لا ورقه وقلم فاضيين وتكتب اي حاجه مضايقك وتبدا تحرق الورق او تقطعها، هتلاقي الطاقه السلبيه بتاعتك كلها مشيت. ده كده باختصار شديد. طبعا محاضره الثقه بالنفس دي بتقعد فوق الساعتين ونص، انا مختصره لكم اهم النقاط المهمه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ونشوفكم في فيديو جاي. يلا سلام عليكم.